السلام عليكم بونجور تو الموند. قبل ما نبدا بغيت نشكركم فريمون كاع الناس اللي كتبوا ليا، الاصدقاء ديالي الاغلبيه يعني الاصدقاء ديالي تصنتوا ليا واللي كتبوا ليا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وانكم تفهمتوا الوضعيه انه غير مبتدئ في المجال، يعني داكشي عفوي ما كاينش احترافيه. وكنشكركم بزاف على النصائح ديالكم اللي صراحه كانت في المحل ديالها، وان شاء الله غادي نحاول ناخذها بعين الاعتبار. دونك اول حاجه نوعدكم ما غيكونش فيديو ديال 40 دقيقه اليوم لان بزاف ديال الملاحظات كانوا على الفيديو اللي كان طويل، كان 40 دقيقه. دونك غندخل في صلب الموضوع مباشره اللي درت عليه هذا الفيديو. هذا الفيديو العنوان ديالو ميني جيب اجباريه في كندا. ايوا اش غنقول لكم، انا هاد الايامات كنكونسومي المحتويات بزاف لان بغيت نعرف شنو كاين في السوق وشنو اللي كيهضروا عليه الناس وشنو اللي كاين ديجا موجود، باش ما نبقاش نعاود داكشي اللي كيتقال بحال 30 واحد. دونك لقيت تحت واحد الفيديو ديال واحد الاخ مغربي اللي رجع للمغرب، واحد الاخ مهندس جوبونس كان في مدينه كيبيك الا خفت نكذب على ما فهمت، وبعد سنوات هنا رجع للمغرب، دار الهجره المعاكسه كما كنقولوا، رجع للمغرب هو والزوجه ديالو والاولاد ديالو. ديك الفيديو صراحه صدماتني، ما نقولش ماشي كلها لان تبارك الله كان فيها محتوى زوين وكانوا فيها يعني افكار زوينه، ويعني كاين بزاف ديال الحوايج كانوا زوينين، ولكن اش غنقول لكم، يعني جات سي فيني مشيرشي شي حوايج اللي تقالوا في ديك الفيديو بالنسبه لواحد اللي جالس في المغرب وكيتصنت ليها، يعني كيكونسوميها، خصوصا انك تجي من واحد الانسان اللي على ما فهمت انه 4 سنين 5 سنين 6 سنين هو في كندا، خدا الجنسيه ديالو وخدا الباسبور الكندي كما كنقولوا، وطار رجع بحالو للمغرب كما قال هو، يعني الجمله ديالو ناخذها كما قالها، خدا الباسبور اليوم غد ليه قطع البي ديالو واستقل ورجع بحالو. حتى الخدمه ما كانوش موافقين وجاتهم صدمه لانهم انفيستيو فيه وما عمرو بين لهم انه كتعدو الرغبه باش يرجع، بالعكس كيبين لهم انه باغي يكبر معاهم واعتمدوا عليه وفورما وداروا فيه الثقه. يعني ما نهضروا على هذا الجانب اللي لان هذاك الانسان كان كيهضر بواحد الطريقه اللي يعني ملتزم دينيا وكيعرف شنو هو الاخلاق الاسلاميه، يعني بلا ما ندخلوا في هذا الباب هذا الحمد لله كل والنيه ديالو والايمان ديالو مع ربي سبحانه وتعالى. اما انا الحاجه اللي جات واللي خلاتني ندير هذا الفيديو مباشره اليوم هو انه قال لك ان البنات هنايا كي اوبليجيوهم يلبسوا الميني جيب، وانه هو والزوجه ديالو قرروا انهم يرجعوا للمغرب ويضحيو المستقبل ديالهم كمهندسين هنايا في سبيل التربيه ديال الاولاد ديالهم، وما يمكنش انه يتقبل ان البنت ديالو تلبس الميني جيب في المدارس هنا باش تقرا. ايوا هذا الرساله المعاكسه اللي كتجي من هذه الرساله ديال، يعني انت كمتلقي في المغرب اللي كتسمع هذا الشيء اش كتقول؟ الناس اللي بقاو في كندا يعني ما كيهمهمش التربيه ديال الاولاد ديالهم، يعني قابلين انه الاولاد ديالهم البنات ديالهم خصوصا بالخصوص انهم يلبسوا الميني جيب. ويعني كيفاش نقول لك، اون سيد اون في دي كونسيسيون اخلاقيه، دي كونسيسيون مورو، في سبيل اننا غير نبقاو في هذه البلاد. يا خويا اش غنقول لك، الله يسامحك الله يسامحك اخويا، لان الرساله اللي مشيتي كتعطي تماك واننا حنايا اللي هنايا جالسين هنايا وقبلنا يعني سادين فمنا على هذا الشيء، ويعني الانحلال الاخلاقي قابلين به في سبيل ان نبقاو عايشين في كندا. والله الله يغفر لك اخويا، هادشي اللي نقول لك. ميزون كونتكست، هاد الميني جيب في المدارس ما كايناش نهائيا، ما كايناش مدرسه وحده هنا في كندا كتوبليجيك انك تلبس الميني جيب لبناتك باش يقراو. كاين ان يونيفورم سكولير بحال في المغرب، كاين المدارس الخاصه عندهم اليونيفورم سكولير اللي كما كيعرفوا كلشي هو واحد الزي اللي كتعزلوا، كل مؤسسه كل مدرسه كتعزل واحد الزي اللي فيه لا جيب فوق الركبه، ماشي ميني جيب كي ديباس لو جونو، اي لي زوم سوا بونطالون سوا شورت ليتي. ما عمر شي مدرسه هنايا جيب لي مدرسه وحده نتحداه يجيب لي مدرسه وحده اللي كتوبليجي المونيفورم كومونيفا. وانا عارفوا علاش كيهضروا، غادي نشرحوا لكم نتوما اللي في المغرب اللي كيجيكم هاد، يعني انا نتفهم، انا بلاصتكم نسمع هاد الهضره بحال هادي، وهذوك الناس كاع اللي جالسين في كندا اش كيديروا تما؟ وهي سامحين سيدي العرض ديال وليداتهم ما كيهمهمش، باغي غير يبقى عايش في كندا وصافي. والله يسمح لك اخويا. دونك هاد l'uniforme scolaire كيدار في المدارس الغرض نبيل، هو ان الابناء les enfants qui fréquentent à des écoles ils sont tous habillés pareil, il y a pas de ségrégation par classe sociale، يعني ما كاينش شي واحد اللي
مرفح كيلبس حوايج في شكال، مكحط كيلبس حوايج مسكين على قد الحال وكيبان، يعني دون ان سوسي ديغاليتي مديور هاد اليونيفورم. كلشي بحال في المغرب. يعني المغرب راه في السنوات الاخيره بديت كنشوف انه كاين توجه في هذا الاتجاه، حتى في الاطار لي زيكول بوبليك حتى هما بداو كيفكروا في هذه القضيه. هنا في كندا كاينين لا بلوبار سي دي زيكول بريفي اللي كيديروا هذه المساله، ولكن ديرنييرمون في لي 5 10 ديرنيير زاني ولاو المدارس بوبليك حتى هما ولاو عندهم كاينين سيغتان زيكول كي اون ادوبتي هاد لا بوليتيك ديال لونيفورم سكولير. داكور. دونك هاد المساله اللي كيهضر عليها هاد الاخ، وانا نقول لكم انا بنتي هنايا هي عندها دابا 17 سنه، ما عمرها لبسات ميني جيب، ما كايناش. كنعرف الاصدقاء ديالي كلهم عندهم بنات عندهم ولاد، يا بيرسون نو فال اكسبتي دو توت فاسون. واش انا جاي نقرا ولادي الكرامه ديال ولادي، نمشي انا باش يقرا ولادي باش يعيشوا في كندا غادي نقولوا لبسي ميني جيب بنتي، الغالب الله اش غندير؟ خصنا نضحيو في سبيل المستقبل ديال ولادنا كما هو مشى ضحى في سبيل المستقبل ديال ولادو باش يحميهم ويحفظهم. Non, 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 ça n'existe pas. D'accord? Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Point à la ligne. Donc, هذا مسألة اللي كاينة هنايا أنه داكشي اللي هو كيهضر عليه اشنو كاين لا بريسيون ديال المجتمع. كاينين البنات بعضياتهم اللي غير كتخرج من المدرسة على ليكستيريور دو ليكول كتبدا تلوي لا جوب elle plie au niveau de la ceinture jusqu'à ce que ça devienne une mini-jupe. Les filles font ça entre elles, certaines filles, pas toutes. Tu passes devant les écoles, tu le vois, oui. ولكن اخويا كلها كيربي ولادو، كلها كيربي ولادو. انا الا كنت شاك فوا غنخاف ان بنتي دير شي حاجه غنهرب، وراه ما بقاش التربيه هذه. ودابا انا نرجع للمغرب ياك، وغنمشي نهزها من المدرسه وغندور غنلقى الدريات ديال المدرسه حتى هما في المغرب دايرين ديك القضيه. كاينين في المغرب، كاينين كتخرج من المدرسه كطوي وكتولي لابسه ميني جيب، شفتهم بعينيا انا. اش غندير؟ غنعاود نهز بنتي ونهرب فين؟ لدبي، حيت هضرتي على دبي حتى هي غادي نقولها. دونك نمشي لدبي يا سيدي، ونقول لك واحد الحاجه، انا مشيت لدبي عشت فيها عام، سنه كامله دوزتها في دبي. اول مره في حياتي كنشوف لي مايو دو بان اون بيكيني شفتهم في دبي، ما عمرني شفتهم في كندا نهائيا ياك. ودرت كندا الحمد لله، مشيت دارت تاريس في كندا، مشيت دو ليست على الويست، ما عمرني شفت لو بيكيني حتى شفتو في دبي بلد اسلامي. داكور. دونك ديك التربيه اللي غادي نبقاو نربيو بالهروب راه ما عمرها كتنفع نهائيا. التربيه اخويا راه كتكون انك تكون اليكوت دو تي زانفون ودير فيهم الثقه، تفسر ليهم ودير فيهم الثقه وتقبل انهم يخطئوا وتعاود تكوريجي وتحاول دير معاهم مجهود. يعني بالعربيه تعرف خاصك تكون حاضر مع ولادك 99% ديال الوقت الا قدرتي. هذه هي التربيه مع كامل احتراماتي. ما بغيتش نطول بزاف، انا ماشي سي با ان اتاك بيرسونيل اونفير هاد لا بيرسون، ولكن اللي قال في ديك لا فيديو سي فينو مشيرشي اون طون كو بابا vivant au Canada depuis 20 ans, j'ai jamais vu ça. D'accord? يعني الاخوان اللي سمعتوا هذا الشيء في المغرب وكتفكروا انكم تهاجروا تجيو لكندا، راه رب انا بلاصتكم الا تكون سمعتها الصراحه ماش غندير اخو في هذا البلاد اللي دخلوا لي حتى في اللبس ديال بنتي كيفاش غنلبسوا. مازال كنهضروا على لو فوال ونهضروا سي ان ديبا نهضروا عليه ان شاء الله بيانتو. باغ كونطخ هاد القضيه ديال الميني جيب في لي زيكول ما عمرها كانت وما عمرها غادا تكون. داكور. حيت حنا هنا بلد قانون، بلد ديمقراطي، بلد اللي عنده دي زانستيتيوسيون، وحنا هنا راه فاعلين في هذا المجتمع. ولي كيبيكوا بريونسهم ما عمرهم يقبلوها، لان انت مشيتي كتصور لهم المجتمع الكندي على انه مجتمع فاسد اخلاقيا، وان اللي قبل يعيش في ذاك المجتمع ويبقى فيه راه حتى هو قابل ذاك الفساد الاخلاقي ومشى ضيع فيه، وقابلوا مرته وقابلوا لولادو. والله يغفر لك اخويا، الله يسامحك، هادشي اللي نقولوا لك. دونك التربيه ديال الاولاد اخويا بتجربتي، والحمد لله عندي جوج الاولاد اللي ربيت، وكنشوف الاصدقاء ديالي بزاف ما شاء الله الاولاد ديالهم، اغلبيه ديال الاولاد اللي كنعرف انا اوتور دو موا سي دي زونفون كي ريوسيس، سي دي زونفون بيان élevés، سي دي زونفون كي سون à l'université، سي دي زونفون اللي باقيين في سكوندير اولا في سيجيب، ما شاء الله واحد الاخلاق واحد والله اخويا ما كنشوفها في المغرب مع كامل احتراماتي. يعني كنشوف في المغرب ولكن اون جينيرال داكشي اللي كنشوفوه هنا والله لا يفي بليزير. Il fait plaisir des parents impliqués qui élèvent leurs enfants comme il faut. كتشوف وليدات ما شاء الله واو
حمد ربي ونشكرو. انا ما عنديش خوف على الاولاد ديالي هنايا، لان انا جاسوم ريسبونسابيلتي. ولادي غنحضر معاهم في التربيه ديالهم، وغنوافقهم باردون غادي نرافقهم، وغنتقبل انهم يخطئوا، لان الخطا داخل في التربيه. كاين شي حوايج اللي كتربي ولادك بالنصح بالهضره بالاكزامبل، وكاين شي حوايج اللي خاصك تسنى ولادك يخطئوا باش يتعلموهم حتى هما. دونك comme on dit, élever un enfant au Canada c'est difficile, mais fuir c'est jamais facile. Fuir c'est facile, mais élever son enfant et être présent avec lui tout le temps, c'est facile. C'est facile à faire quand on aime nos enfants et quand on a confiance dans nos enfants et quand on a confiance dans ce qu'on a à leur transmettre. ملي كتكون انت ديجا عندك الثقه في الراس ديالك، الثقه في النفس ديالك، يا خويا راه ما غاديش تخاف من كيفاش غيخرجوا لك ولادك. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. راه دير اللي درتي هنا ولا لهيه، راه يسوفي دان ايفينمون يتبدلوا لك ولادك. باغ كونطخ لا باز كتربيها من الصغر، من الصغر باقي بيبي كيبكي على الرضاعه ديالو، هي دي شوز افير. كيكبر في البريمير هي دي شوز افير، وسكوندير هي دي شوز افير. واول حاجه واخر حاجه اللي خصك تبني عليها هي السيمه علاش كتبنى ليديوكاسيون، هي لامور et la sécurité. ولادك خصك تعطيهم لامور، تعطيهم لا سيكوريتي ايموسيونيل معاك، هي الاولى، باش ما يجيش اللي جا من برا يلعب لهم لي زيموسيون ديالهم. اعطيهم ديك لا سيكوريتي باردون ديال لو كوتي ايموسيونيل à la maison, du côté de la mère, du côté du père، انكم كتبغيوهم، كتحترموهم، انكم غتضحيو بالغالي والنفيس في سبيل التربيه ديالهم، وانهم وقت ما احتاجوكم كيف ما كان الخطا اللي غيديروا غيلقاوكم معاهم، ماشي باش تسانكسيونيوهم، وانما باش تبينوا لهم انكم راه كتبغيوهم وغادي تعاونوهم حتى الا خطئوا، انهم يحسنوا الاخطاء ديالهم ويتجاوزوا الاخطاء ديالهم. Le Canada n'oblige pas à porter une jupe, mais il t'oblige à être un vrai parent, présent et un parent compétent. ماشي غير ربي بالفطره. ايوا سمحوا لي الا كان لو طون ديالي ان بو اغريسيف في هاد لا فيديو، ولكن راه حنا المغاربه كاملين ملي كيجي شي واحد وكيقيسنا في اغلى حاجه عندنا اللي هي الزوجه ديالنا والاولاد ديالنا، راه on perd la raison. Mais alhamdoulilah, je pense pas que j'ai perdu la raison, mais je me suis senti personnellement ciblé et attaqué dans la vidéo اللي شفت. و j'ai pas besoin de nommer la personne، لانكم الا كنتو كتفرجوا المحتويات ربما راه سمعتوا لان درت البوز واحد الفيديو اللي وصلت لمئات الالاف ديال لا في، و سي فريمون دوماج داك لو ميساج اللي دوزو فيه داك الاخ. ايوا سمحوا لي، نتمنى ان هذا الفيديو هذه تاخذوها يعني dans le bus dans lequel je l'ai fait tout simplement. السلام عليكم، à la prochaine fois ان شاء الله.